السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادا نقدم لكم فيه واحد الاكله سريعه وسهله جدا تحضريها بلا عذاب وبلا تماره. فما عليك الا تجيبي 4 ديال الحبات ديال البطاطس او حتى 5 اللي كيبقاو على حسب عدد الاشخاص اللي في الدار. صافي كنحيدوا ليهم ديك القشره الفوقانيه كيف كتلاحظوا معايا. غادي نقشروا حبات البطاطا او البطاطس، غادي نقشروهم من الفوق. صافي من بعد ما كنقشروهم فكنقطعوهم على هذا الشكل هذا، كنقطعهم على شكل دوائر ومن بعد كنقطعهم على شكل مكعبات صغيره. ضروري نقطعوهم صغار باش طيب لنا البطاطا بسرعه، ما تاخذش لينا بزاف ديال الوقت. صافي هنايا غادا نبقى ندير نفس العمليه، غادا ناخذ كل حبه ديال البطاطا وغادا نقطع على شكل دوائر، من بعد غادا نرجع نقطع على شكل مكعبات حتى نكمل الكميه ديال البطاطا اللي عندي. هذه هي البطاطا ديالي من بعد ما قطعتها على شكل مكعبات. صافي الان غادا ندير مقله وغادا ندير فيها شويه ديال الزيت، تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار حتى ل5 د المعالق. غادا نضيف عليها مكعبه ديال البطاطا ديالي ورشه ملح وغادا نخليهم يتشحروا مزيان ديك البطاطا مع ديك الزيت والملحه. صافي من بعد ما كتشحر فكنسد عليها وكنخليها طيب، ومره مره كنحرك عليها، ما كنخليهاش ما كنساهاش زعما. من بعد هنايا في هذه الاثناء هذه على ما طيب ديال البطاطا غادا نجيب شرائح ديال الصدر ديال الدجاج وغادا نقطعهم حتى هما قطع صغيره، مكعبات صغيره حتى هي، باش يكونوا ساهلين في الطياب والاكله ديالنا دغيا طيب ما تاخذش لينا بزاف ديال الوقت. في نفس الوقت وانا كنقطع الدجاج ديالي مره مره ضروري نحركوا ديك البطاطا باش ما تلصقش لينا، حيت البطاطا غتطلق داك النشا ديالها وتقدر تبقى تلصق، فضروري مره مره نحلوا عليها ونحركوها. صافي هادو هما المكعبات ديال الدجاج اللي قطعت، فغادا نوضعهم جانبا. غادا ندوز نقطع هنايا عندي البورو حتى هو بنفس الشيء، غادا نقطعو طريفات صغار على شكل دوائر صغيره رقيقه باش يطيب دغيا. فاللي ما توفرش عنده البورو فغير البصله فراها كافيه حتى هي كتلق ديك البنه ديالها، وكيجي داك الدجاج منسم بطاق البصله كيجي بنين. صافي هنايا غادا نكمل نقطع البورو ديالي كامل. صافي هنا من بعد ما قطعت البورو فغادا نوضعو حتى هو جانبا وغادي ندوزو نشوفو البطاطا ديالنا. فملي غادا طيب البطاطا ديالنا عاد غادي ندوزو نشحرو المكونات الاخرين. صافي هنايا البطاطا ديالنا كنظن صافي راها وجدات، فما فيها بس تاخذوا واحد القطعه ديال البطاطا وتقلبوها بصبعكم ما بين صبعكم، فإلا كانت دغيا زعما كتبركي عليها وكتهبط فراها صافي راها واجده. الا كانت مازال قاصحه فغنخليوها تزيد طيب شويه. صافي هنايا البطاطا ديالي من بعد ما طابت مزيان فغادا نديرها في واحد الاناء او في واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن. هنايا هاد اللاطه ديال الكغاتا غادا نستعن بها. صافي وغادا نسرح البطاطا ديالي في داك الاناء. من بعد غادا نجيب مقله وغادا نوضع فيها حتى هي شويه ديال الزيت، تقريبا 3 المعالق كبار. نفس الشيء غادا نوضع فيها الدجاج ديالي وغادا نخليه حتى كيتشحر مزيان، دائما على عافيه عاليه زعما ماشي متوسطه، باش داك الدجاج ما يطلقش لينا داك الماء ديالو يجي منيه، يجي مشحر ويجي مقلي في ديك الزويته ديالنا. وضروري من واحد شويه ديال الملحه ضروري باش نوازن الضوء. صافي وحتى هو ما نغناوش عليه زعما ضروري تبقاي تحركي فيه باش ما يلصقش ولا باش ما يتحرقش، ضروري تبقاي تحركي هكذا حتى كيتشحر مزيان وكينشف، ما كيبقاش كاع نهائيا في داك الماء ديالو. صافي من بعد ما تشحروا لنا دوك الصديرات ديال الدجاج فغادا نضيف عليهم هنايا البورو ولا البصله حسب المتوفر كيف قلت لكم. صافي غادي نبقاو نخلطو مره مره ونخلطو ما نخليوش نهائيا باش ما يلصقش. صافي غنخليوه تقريبا غير واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق على ما طيح لنا ديك البورو، وصافي غادي نزولو.
هنايا من بعد ما تشحرات ليا داك اللحيمه مع داك البورو صافي والبورو طاح، فغادي نزيدو هنايا شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، تقريبا راس معلقه صغيره غير باش نسمو، كنزيدو حتى الاخر باش ما كيلصقش لينا. صافي غادي نضيف هاد الدجاج مع هاد البورو، غادي نزيدو فوق البطاطا وغادي نحاول نوزع في اللاطه ديالي اللي غادي ندخلها للفرن. هنايا في نفس المقله غادي نوضع شويه ديال الزبده، غادي ندير لاصوص بيشاميل شويه ديال الزبده، غنخليها حتى تذوب مزيان، عاد نضيف عليها شويه ديال الدقيق. انا درت هنايا 2 ديال المعالق كبار معمرينش مزيان ديال الدقيق الابيض. صافي وغادي نخليه يتحمر مع ديك الزبده حتى كيذهب شي شويه، وكنبدا نضيف الحليب، كنبدا نضيف حليب شويه بشويه وانا كنخلط. ما تخافوش الا شفتوا داك الدقيق تكتل، فغير بقاو تزيدوا في الحليب وانتم كتخلطوا، راه غادي زعما راه غادي يذوبوا دوك الكويرات وغادي تولي على شكل كريمي. صافي غادي نبقى نخلط وانا كنزيد في الحليب. المهم كنبقاو نزيدو الحليب حتى كنوصلوا للقوام اللي باغيينو يكون كريمي، ما يكونش زعما مجموع بزاف، ما يكونش الخليط خاتر بزاف يعني يجي معجن، وما يكونش مطلق بزاف بحال الحليب. فضروري يكون داك الخليط او البيشاميل ديالنا تكون خاتره ما بين وبين، ما تكونش خاتره معجنه وما تكونش مطلوقه بزاف. صافي غادي نبقى نخلط هنايا حتى كيذوب ليا دوك الحبيبات كيف شفتوا معايا ديال الدقيق. من بعد غنزيد شويه الملحه شويه الابزار. صافي ها البيشاميل ديالي واجده، فكتوجد بسرعه وسهله في التحضير. صافي دابا غادا نحيدها من فوق العافيه وغادا ندوز مباشره غادا نضيفها على باقي المكونات. صافي وغادا نحاول نقادها في الوجه ديال الكراتان ديالي، كتعطي واحد البنه خطيره للكراتان. كنقادو الوجه ديال الكراتان ديالنا مزيان، عاد كنجيبو الفرomاج غابي اي ماركه متوفر عندكم وكنديروها من الفوق من الوجه ديال الكراتان اي ماركه. فانا درت هنا شويه ديال ليمونطال وشويه ديال الموتزاريلا، فغنديرو غير شويه باش كيعطينا ديك التعليكه وداك الوجه كيجي محمر ديال الكراتان ديالنا. صافي دابا ما بقى ليا الا ندخلها للفرن على درجة حرارة عالية 270 أو 275. غادا نخليه تقريبا غير 5 دقائق وغادا نخرج الكراتان ديالنا غير كيذوب لنا داك الفرomاج من الفوق وكيتحمر. صافي وكنجبدوها وكنقدموها بالصحة والراحة. صافي هنايا غادا نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الكراتان ديالنا كيف كيجي. فمن الاحسن تخليوه يبرد تقريبا واحد على الاقل واحد 10 دقائق باش كيتماسكوا لنا ديك البطاطا مع البيشاميل وكتبقى مجموعه. فانا ما كانش عندي الوقت هنا فغير جبدته قطعته، كانت مازال ما مجموعاش مزيان، ولكن راه البنه ما نعاودش لكم كيجي خطيره مع داك المذاق ديال البرو مع الدجاج، فكيتواتاو مع بعضياتهم بزاف زعما. فكنتمناو تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. فبالفعل اكله خطيره وزوينه بزاف وحتى الدراري الصغار كيبغيوها بزاف. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم والشرح يكون وصل لكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، الى اللقاء. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، لايك الفيديو، بارطاجيوه مع الاهل الاصدقاء.